تعالوا بقى نقول النهارده اليوم بتاعنا بدأ من اول فين. اول حاجه صحينا الصبح الساعه 6 كده. عندي واحده فيهم من البنات بتروح الساعه 6 والتانية بتروح الساعه 7. اللي بتروح 6 دي بتروح المدرسه عشان المدرسه 7 الا ربع، يعني بتصحى 6 قبل ما بتجهز وكده، والتانية بتروح الحضانه 7 7 ونص كده. اول حاجه بعد ما مشوا الاتنين، الدكتور كان قايل لي تقعدي في الشمس من قبل 9 ومن بعد 5 كل يوم. انا قاعده كده في الشعاع بتاع الشمس، بصوا في الحبه دول كده، قاعده عشان انا رجلي فعليا وكتفي مش بقدر انام من كتر النشر اللي فيه. شفت الروتين بتاع امبارح خلص الساعه 12 وكان بادئ برضو في نفس الميعاد الساعه 6 الصبح. جوزي كان جايب تسويقه امبارح وما صورتهاش من كتر التعب وكتر الشغل وكتر المجهود، فالنهارده هنحاول نلم الدنيا شويه. انا قاعده بهدومي الخروج من الصبح مستنيه ميعاد حد، ولحد دلوقتي الميعاد ما جاش، فقاعده باللبس بتاعي. فقلت وانا قاعده بقى في الشمس كده اعمل شويه حاجات. اول حاجه عملتها قطعت الكرنب. تعالوا شوف الكرنب. مسكت الكرنبه اللي جوزي كان جايبها امبارح. الكرنبه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الكرنبه كانت كبيره جدا. بصوا يا جماعه الكرنبه عامله ازاي، كرنبه كبيره جدا. جايب كرنبه فعليا انا ما كنتش قادره اشيلها. مسكت الحاجات اللي طلعت منها دي خرطتها خرط صغيره وانا قاعده في الشمس كده. قلت للفراخ وهحضر اكل الفراخ مع بعض دلوقتي، وننزل بقى نشوف الفراخ ونيجي نكمل الروتين بتاعنا. عندي بقى ايه، دورة غسيل في غسالة اوتوماتيك، طلعتها من الشطاية. جيت غسلت البوتاجاز على الماشي كده، يعني غسلة خفيفة كده، ما حطيتش ضميري فيه بصراحة. حطيت مية تغلي على العين الكبيرة خالص ديت اللي هي بتبقى في النص دي، عشان بصراحة ده ميعاد خروج بنتي من الحضانة وانا عاوزة انجز. يعني حطيت في المية ايه، بصوا يا جماعة، انا حطيت معلقة ملح كبيرة. في ناس كتيرة بتقولك انا بحط اللهم صل على سيدنا محمد، انا بحط ملح وكمون عشان الغازات والحاجات دي. احنا عن نفسنا بنحط ملح بس، ولو عاوزه تحط في المحشي كمون حط. في ناس بقى ما بتحبش موضوع الكمون ده خالص في المحشي، يعني المحشي من اوله لاخره ما بتحطش فيه محشي. انا هنا سلقت الشويه دول سلقه كويسه، وهبتدي اسلكهم واحده واحده. الكرنبه زي ما قلت لكم زي ما قلت لكم يعني في الكرنبه قبل كده، الكرنبه كبيره ما شاء الله خالص، فانا مش هستخدمها كلها، بس الجزء اللي في النص ده انا هعمل بيه حله محشي، فسلقته كويس سلقه كويس. التاني مش ههريه قوي، يعني هخليه دوبك. بصوا ببتدي اسلكها واحده واحده كده اللي بيتخزن في الفريزر ما بحاولش ان انا اكتر عليه في السليق، لان انا بعد ما بخرجه من الفريزر بسيبه يفك شويه حلوين بقى ويضطر معايا ومش عارفه. ولو عاوزه تحطيه في ميه فتره بتحطيه كده. هروح اجيب عبان الشويه دولت ما ياخدوا كده ايه دقيقه، اكون جبت شويه تانيين من عند الاوضه التانية طالع في الشمس وحطاهم اهو. بصوا الكرنبه بسم الله ما شاء الله، بصوا كبيرة جدا ومليانة ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، ورخيصة كمان. الكرنبة مش عارفة ب20 ولا ب25. تعالى نجيب الباقي بقى. اخر بقى كمية معانا اللي هي الكمية الخضرا دي يا جماعة، انا ما بحشيهاش، بحطها في قعر الحل. هي على فكرة هي نضيفة، بس هي مش عارفة الكاميرا مبيناها صفرا ليه. ثواني نفتح الاضاءة اهي. بصوا هي نضيفة خالص، لكن المنقرة والحاجات دي كلها برميها للفراخ، بقطعها للطيور بتاعتي، نضيفة خالص. دي الكمية كلها بقى معايا اهيت اهي. هقطعها بقى حتت صغيره خالص واسويها هروح بس الاول اجيب بنتي من الحضانه واروح للطيور بتاعتي، واجي بقى اظبط شويه الكرنب دول بقى وايه واشوف بقيه اليوم. بعد ما خلصت بقى معاكم الكرنب وقلت بقى نيجي نشوف الفراخ بتاعتي والطيور بتاعتي اللي انا مربياها، نطمن عليها كده ايه بصه بسيطه كده. طبعا انتوا كده كده معايا في الفيديوهات اللي هي بتاعت السمان والفراخ البلدي والفراخ الرومي. اول حاجه بقى في خلطه المحشي بتاعتنا بعد ما عملنا التسبيكه اللي انتوا شايفينها دي عباره عن توم بيتحط على الطماطم وهي نيه، يعني قصدي ما بحمرش التوم. بعد البصل بحط الطماطم، وبعد كده بحط التوم عليه اخضر كده، ما بحمروش ولا اي حاجه. بعد كده غسلت الرز وخزلت الخضره وقطعتها قطع،
بالسكينه على البلانشه كده وقلبتهم، حطيت الكمون والملح بتاعه، لو عندك توابل محشي حطي. ده الكرنب بتاعي قطعته كله كده وجبت علبه حطيت فيها، ولسه هنكمل ده حشو في الحله دي، ولسه الكرنب ده هياخد يعني هنعبيه في علب كمان، والتسبيكه ده هنعباه في علبه، بحيث ان انت لما تبقي مزنوقه هتطلعي وتحشي على طول. بعد ما خلصت خلاص الرز حاش، واخر شويه على الوش كانوا مغليين. شايفين الغطا ده هنحطه. دي الحله اللي كنا عاملين فيها التسبيكه يا جماعه، فضيت التسبيكه في علب وايه حطيت فيها الشوربه بتاعت البط اللي كنا عاملينه امبارح. دي الفراخ اللي احنا عاملينها في الشوربه ماشي. وهناخد بقى الشوربه دي اللي بتاعت امبارح بتاعت البط على المحشي هنا، بس اول ما تغلي هنعمل بقى دلوقتي هنفرز الكرنب اللي فاضل معانا. بصوا يا جماعه، احنا بنفرز الكرنب بخلي الاخضر هو اللي على الوش. ليه الاخضر اللي على الوش؟ لما تيجي تحشي هتاخدي الاخضر تفرشي بيه فرشه تحت ايه، والابيض هتكوني بتحشي بيه اهو. الابيض كله المفروض ان احنا بنقطعه مكعبات. طبعا عايزه اقول لكم ان انا داخل عليا ضيوف ماشي، يا دوبك كده كنت متبله بانيه، يا دوبك هنحمره، فمفيش وقت خلاص ان انا اقطعه، فهنيجي على هنيجي على الكرنب ده مش هنكمله. بعد ما حطيت بقى الشوربه هنا اهو سخنه قوي. بصوا يا جماعه، غطيت المشي عشان يبقى طري معاكم وحلو. اللي احنا كنا حاطين كميه مفضلش من غير الحمد دول بس. عند المحشي مستوي خالص، الشوربه اهو مغطيه عليه، ودولك شويه شوربه خدتهم كانوا فاضلين من المحشي في نفس الحله اللي انا كنت مسخنه فيها، على حبه شوربه من بتاعه الفراخ. حطيت عليهم 4 معالق ملوخيه متخرطه اللي احنا كنا مخرطينها مع بعض امبارح، وتخرطتها كبيره يا جماعه وتحفه. عملت عليها الطشه بتاعتها. بعد كده هنحمر البطاطس ديت. الشوربه اهي. دي بقى يا جماعه السلطه بتاعتنا، السلطه الخضراء لسه هنكملها وهنوريها لكم في الاخر. طماطم وفلفل وخيار وخضره. الاربعه اللي انا تبلتها معاكم انا مش فاكره انا تبلتها ولا متبلتهاش. بصوا يا جماعه التتبيله عباره عن بصل بتاع ده وتوم، مفيش بصل بودر وتوم بودر، حطيتهم بصل عادي وتوم عادي، معلقتين لبن كبار، لبن زبادي او لبن كان عندي موجود في التلاجة حاليا، وفلفل اسمر وملح وبابريكا. هي ده اللي انا شطه. ده البيض بتاعنا، ده الفيجيتار. طيب انت بتعملي ايه؟ اول حاجه بحط الفراخ في الدقيق واطلعها احطها على البيض، وبعد البيض بحط في الفيجيتار. الفيجيتار اهو بحط في الفيجيتار وارجع احط بقى كله هنا، بتبله كل مره واحده واحمره مره واحده. اول ما نحط البانيه اول دور معانا بنخليه يا دوبك ثانيتين 3 كده، بعد كده نيجي موطيه النار خالص عشان يحمر براحته، عشان يطيب براحته، ما ياخدش هنا وهو من جوه ممكن يبقى مش مستوي. طبعا النفشه اللي فيه دي سببها ان احنا كنا حاطينه في تتبيله، ان هو ما ينفوش كده، حاطينه في تتبيله. انا تبلت الكميه كلها اهوت عشان تتحمر ايه مره واحده. هتعرفوا المحشي مستوي ولا لا من غير ما تقلبوا الحله اهو. هحط الشوكه كده ان طلعت فيها ميه كده يبقى ايه، لا لسه فيها، بس محتاجه ايه تسوي اهو. لما نيجي نطلع بقى لو مغطيين نيجوا معليين عشان ياخد اللون اللي احنا عاوزينه، بس البانيه منفوش كده. نعلي النار اهو قبل ما نحط. بسم الله الرحمن الرحيم. كده البانيه نخليه على ايديا. الفراخ اللي احنا منضفينها البروتين بتاع امبارح اهوت. اهم حاجه ما تحطيش حته بانيه وفي واحده طيبه عشان متعملش ماده كده وحشه مسممه كده. خلاص خدت ثانيتين اهو ابتدت تفور، وغطي بقى عشان تستوي براحتها. ملوخيتنا يا ملوخيتنا. دي الملوخية بتاعتنا، المحشي، دي الفراخ، البانيه، البطاطس.
يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.